مساء الخير ومساء الحب عليكم ومساء العافية. يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية وراحة بال ورزق حلال. أهم شي راحة البال ورزق الحلال. والله بهاي الدنيا الإنسان بدون صحة وعافية ورزق حلال ما يسوى فلس. فإن شاء الله يوم حلو إلكم. أنا ما يعني كلش صايرة كسولة، صايرة مالي خلق ميديا، صايرة ما أنشر هواي، مقصرة بشغلي صراحة. ما دا أطيق لا الميديا، لا دا أحب أشوف الأخبار اللي نسمعها، كلها أخبار توجع القلب وما بيها خير وطاقة سلبية. فالواحد يعتزل أفضل إله. أنا دائما أقول الإنسان من يشوف يعني يروح على مكان، خلينا نقول تجمع أو صديقات أو مكان عمل، أي مكان بيشي يكبر بقلبكم ابعدوا عنه، أي شي يوجع لكم راسكم وقلبكم ابعدوا عنه. فأني دا أقلب أباوع يعني الميديا، أباوع هاي الدنيا، ما أدري سبحان الله العالم كلها متغيرة، ما حد يتمنى الخير لأحد. مشاكل هواية صايرة، تكثر المشاكل، العداوة قاعد تكثر. أحس عبالك المنافسة ما قاعد تصير شريفة أبدا بين أي أحد. طبعا الموضوع مو يخص المشاهير، الموضوع يخص المشاهير وغير المشاهير، يعني هذا الحكي للكل للأمانة. فأباوع أسمع قصص، أشوف أخبار، ما أدري تكبر بالقلب. والله صايرة مالي خلق أكون أكتب على السناب أو على أي موقع أنا عندي إياه تواصل اجتماعي. ومن أنا الدنيا حارة، ومن أنا الواحد عنده ضغوطات ومشاكل بهاي الحياة، فتشوفوني ساحبة روحي. أنا مو هسه سحبت روحي، يعني أنا صار فترة أنا ساحبة روحي من الدنيا كلها. صار مالي خلق شي، مو دا أبث لكم الطاقة السلبية، لا أنا هيجي صايرة أحسن أفضل، يعني حتى مقللة ناسي، مقللة دائرتي، صديقات أصدقاء، يعني تشوفوني مو على أصابع معدودين، أو هيجي أريح إلي أنا أشوف للأمانة. وأنا هيجي على فكرة وما خلصانة، يعني أنا ساحبة نفسي وما خلصانة. والشغلة اللي بعدها صايرة كسولة بشغلي، يعني قاعد يجيني رزق، يجيني شغل، فنومي متخربط. فأقول هاي يلا أقوم أقعد من النوم، لأنه نومي مخربط فطبيعي حقعد مصدعة وجسمي متكسر والخمول، وأروح أحلل ألقى عندي نقصات بالدي 3 والفيتامينات كلهن. طبعا أنا من الناس اللي ألتزم بالأدوية، كل شوية ألتزم بالأدوية، بس بنفس الوقت هذا الشيء مو مبرر إنه أنا إنسانة كسولة صايرة. أوكي، ما عندي هاي الطاقة اللي تخليني أتشجع يلا قومي شغلك، قومي لعملك، مع العلم هو أهم شيء بالدنيا الواحد شغله ورزقه. أوكي، فطاقتي منخفضة ومقصرة بشغلي. تخيل يعني هذا الشيء يخصني إلي بعيدا عن التفاصيل كلها، مقصرة بشغلي أني، مو بأي أحد، مقصرة بس بشغلي بحق نفسي وبس. ما أدري الدنيا متى تساعد إن الواحد يطلع يكمل حياته. العالم اللي حواليك ما أعرف ما تنحزر، طبعا يعني العالم كله ما تنحزر للأمانة. يعني اليوم احنا بطلنا نعرف من الشخص اللي يحبنا ومن الشخص اللي يكرهنا، ومن الشخص اللي طاب ويانا على مصلحة، ومن الشخص المحب لنا ويتمنانا الخير. يعني الدنيا مثل الرقية، أنا دائما أنطي هذا المثل، أقول الرقية شلون احنا ما عارفين، احنا نجي نشتري رقية ما نعرف هاي حمراء أو داخلها يعني حتكون لونها يعني إلا نفتحها. فالبشر هيك نفس الشيء، احنا ما نشتم قفا ايدنا ولا نعرف بهاي العالم الإنسان الزين بحياتنا والشين اللي يريد لنا الخير، اللي ما يريد لنا الخير، اللي طاب بمصلحة، اللي عنده غاية، اللي طبعا في حال أصدقاء ولا صديقات ولا زوج ولا حبيب، أيهم يعني كلهم بشكل عام. ما نعرف الدنيا للأمانة ما تنحزر. فالواحد ياخذ احتياطاته من هاي الدنيا، من هاي العالم. شوي لازم نخفف ثقة، مرات طيبتنا الزايدة تخلينا إنه نحكي اللي عندنا والما عندنا بحسن نية وبفطارية، فالناس تاخذ هذا الشيء من عندنا، تشتري الكلام من عندنا، وبنفس الوقت بعدين نتندم نقول ليش حكينا، ليش سولفنا.
اوكي. ومرات اكو تجمعات حتى تصير تجمعات مثلا بنات احنا نقول، فنشوف البنات كل وحده تحكي عن قصتها وعن حياتها وعن تجاربها. هذا شيء هم غلط. كنت قبل اني للامانه اني هيك كنت اسولف كل اللي عندي بحسن نيه، اوكي، بعدين ينقلب هذا الموضوع ضدي ويتالف ويتاول. فالواحد يكون عنده دائره صغيره افضل، كل شيء قليل احسن الك وتريح بالك. واختاروا الناس عدل، وان حتى اختارتوهم الناس خوش ناس ومرتبين وحبابين، هم الواحد لازم ياخذ حذره. ف أنا مو من الناس اللي أحب أطلع وأحكي صايرة وأفضفض. كنت قبل عندي هاي الطاقة مال فضفضة، يعني أسولف وياك لأنه أنتوا أهلي. مثلا أطلع بمكان أقول لكم راح أروح مكان أجي، فصايرة شوية الطاقة منخفضة. ما أدري مأثر علي عملية الخشم. راح أطب بالشهر الخامس يعني بالعملية مالتي. شو عبالك؟ ما سويت عملية مال عملية الأنف، والله العظيم أنا كلش ما أدري إيش بيه. وايد أكو أشياء غيرتها بحياتي، اكو اشياء للاحسن واكو تجارب صارت لي هيك بيها اشياء سيئه. واحنا بالنهايه مو انبياء، احنا كنا نغلط ونتعلم ونخوض تجارب ندخل ندخل بشغل نخسر بيه، ندخل بتجربه نفشل بيها. اللي تخوض زواج تفشل بيه، واللي تخوض علاقه حب تفشل بيها، واللي تخوض خطوبه تنجح بيها، اللي يدخل بمشروع اكو ناس اللي ينجحون واللي يفشلون. فحسب هي هاي الدنيا، كل من وحظه بالشغله اللي هو فايت بيها. فقعدت اليوم من النوم، اني طبعا صاير نومي كلش هواي، يعني انام بالسبعة. تخيلوا قعدت انام بالسبعة الصبح، هاي اني حتى لو اعوف التليفون ابقى يعني ميشي ما اعرف افكر هواي. واقعد ساعة باليوم، يعني تقعد مثلا بثلاثة بيج شي بثلاثة ونص تقريبا، يعني مو زين النوم، راح وقتي كله ومنها حر يعني هماتين. فالحمد لله وشكر على كل حال. فاني للامانه صار لي هيجي هاي الايام دا احكي بيني وبين روحي، دا اقول كافي سجاك، كافي كسل، كافي قومي شوفي شغلك وحياتك وارجعي اكتف. وهذا الخمول اللي بيه دا اموت من عنده للامانه، والخفقان والخمول دا يدمرني. ما خليت شي ما سويت، لا ادويه لا تحاليل لا هاي التفاصيل. اتمنى لكم يوم حلو، يوم سعيد، وايامكم كلها حلوه، واختياراتكم كلها يا رب تكون صحيحه الي والكم بالمثل. زين، وتوعوا على نفسكم وتوكلوا على رب العالمين بكل خطوه تخطوها. اوكي، رايحه انا عندي شغل دا اكمل شغلي. وعلى فكره انا من الناس اللي ضعفانه، ما عليكم بالسناب كلش يبيني سمينه، اوكي، بيبيني اسمن، بس بالحقيقه اني كلها بناطيري تكبر علي وضعفانه، وخشومي بدا يطلع شكل حلو. اوكي، واني صار لي عمليته حصر لها، طبيت بالشهر الخامس. وقلت لكم اي عمليه تجميل مال خشم اني تجميل وترميم، يعني 6 ساعات عمليتي، فمو بالساهل. واني حاطه غضاريف لا تنسون، فمو بالساهل يعني لحد سنه اني، وبعدها هو الخشم يستقر ويورم وهاي تفاصيل. فمره اقعد خشمي وارم، مره اقعد خشمي مو وارم مستقر. فهاي قال لي الدكتور سجا بعد بس تستعمليها بالليل. اوكي، فاني من بالليل من ما استعملها اكون انسى انام، اعوضها الظهر، هيك صايره يعني، بس ما اخليها يوم كامل. وسلامتكم اروح شغلي، وان شاء الله خير يا رب. اتمنى لكم يوم حلو، وحبيت اطلع عليكم.